اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. يلا نبدأ مع بعض وصفات عيد الاضحى. كل سنة وانتم طيبين، وباذن الله كلنا السنة الجاية نكون على عرفات ان شاء الله. هنعمل النهاردة غدا متين، احلى وصفة من وصفات عيد الاضحى. هنعمل صينية السمين والممبار، وهنعمل شوية كوارع مسلوقة بالشوربة بتاعتها الخطيرة، وهنعمل لها طشة حكاية. ومش هننسى كمان شوية طماطم كده وبرنجان كله محدق كده وحلو علشان الأكلة الحلوة تكمل. بس قبل ما نبدأ الفيديو أحب أفكركم أنا أمنية ودي قناتي، ولو دي أول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ. وأول حاجة هنبدأ بيها هي الحاجة اللي بتاخد وقت. أنا عندي هنا الفشة، جبت حلة فيها مية بتغلي جدا، هنزل بالفشة وتكون المية مفيش فيها أي إضافات. دي كان عبارة عن فشة وزور. انت ممكن تضيفي اي حاجة بتحبيها، سواء بقى ضرة، طحال، زي ما انت حابة. سبتي كده المية تغلي على الفشة ووربت الغطا، اهم حاجة لانها بتعوم وبتخلي المية دي تطف. تاخد غلوة واتنين في المية دي، وبعد كده بدلق المية دي وبغسل الحلة وبشطف الفشة، وارجع احط مية نظيفة فيها كل المنكهات اللي احنا بنحبها: ورق لوري، حبهان، جزراية، طماطماية، حتة فلفل حامي، فلفل اسود حصى زي ما انت حابة، شوية سكر، شوية فلفل اسود، كل المطيبات اللي انت بتحبيها. وممكن تستكفي بشوية ملح وفلفل وبصلاية زي ما انت حابة. هرجع تاني انزل الفشة اللي احنا اخدناها غلوة وشطفناها، وزي ما انتوا شايفين كده انا بعمل فتحات كده بطرف السكينة في الفشة لانها خفيفة وبتعوم. في الفتحات دي بتخليها تشرب مية وتنزل في المية المغلية عشان تتسلق على نار عالية تاخد غلوة. بعد كده بوطي النار خالص علشان تستوي على مهلها. في حلة تانية كنت برضو مجهزة مية بتغلي من غير اي اضافات خالص، هنزل فيها بالكوارع اللي انا غسلتها كويس جدا بالدقيق والملح والليمون اكتر من مرة، وشطفتها وسبتها تتصفى. بمجرد ما المية برضو هتاخد غلوة هتخلص من المية دي خالص، وهشطف الكوارع بمية الحنفية العادية. وبعد كده انا النهاردة استخدمت حلة الضغط، او ممكن انت تستخدمي الحلة العادية. مية بتغلي، نزلت بالكوارع وبرضو المطيبات اللي انت بتحبيها. انا حطيت كبيبة صيني حصى، ترنشات من الجزر، الورق اللوري والحبهان، ولو في مستكة كمان. وسلام لو في بصلاية صغيرة بتدي ريحة حلوة، ممكن تضيفي كمان طماطمية. نيجي بقى هنا لأهم حاجة هتخلي صينية السمين بتاعتنا الكل يحلف بجمالها، وهي خلطة التوم بالبهارات اللي بتعمل ريحة وتفحفح كده، اللي بتخلينا نيجي من آخر الدنيا نقول هنا في محل سمين محترم. حطيت قرن فلفل حامي أحمر وأخضر، وممكن نحط فلفل بارد. خلي بالكم ان الفلفل الحامي ما بيكونش باين قوي، بس بيدي تطعيمه حلوه. معلقه كبيره من الثوم المهروس، او راس ثوم كبيره صحيحه. والبهارات بتاعتي كانت ملح وفلفل وكمون، كزبره ناشفه، وشويه من البابريكا المدخنه. وكل ده فكيته بحوالي ربع كوباية من الخل. يبقى البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشوية من البابريكا الناشفة، وممكن تضيفي كمان نص معلقة من الكبيبة الصيني أو بهارات اللحمة. وأنا كمان عززت الطعم بمعلقة صغيرة من بهارات الكبدة، دي كانت متوفرة عندي فحبيت أضيفها. دي بقى التتبيلة اللي هتفضل معانا في كل الفيديو النهاردة. يلا بسرعة كده نعمل التسبيكة بتاعة الممبار. زيت سخن جدا، نزلت ببصلاية، وسلام لو احنا مقطعينها على ايدنا عشان متبقاش معجنة. وبعد كده ضفت معلقة كبيرة من الثوم المفروم. مجرد ما ريحة البصل طلعت وريحة الثوم طلعت، ضفت كبشة صغيرة من حباش المحشي المشكل، شبت وبقدونس وكزبرة. وبعد كده نزلت بالطماطم اللي انا كنت مجهزاها في الفريزر المتسبكة جاهزة. هسيبها على نار هادية لحد ما تتسبك كده وتشكشك مع نفسها. وخلاص كده بقى عندنا تسبيكة الممبار جاهزة. بعد كده هرفعها من على النار وهضيف الرز المغسول والمتصفي. انا مش عايزة الخلطة بتاعة الممبار يكون فيها اي سوائل. وبعد كده هضيف الحباش المشكل، شبت وبقدونس وكزبرة، ونبدأ نبهر الخلطة بتاعتنا. انا بحب احط البهارات في المرحلة دي علشان ريحتها ما تروحش وهي على النار. حطيت البهارات بتاعتي كانت ملح وفلفل وكمون، كزبرة ناشفة، شوية من بهارات اللحمة، ومعلقة كبيرة من بهارات الممبار موجودة دلوقتي عند كل العطارين.
وكمان ضفت شوية من الشطة. الممبار مغسول وزي الفل. طبعا فيديوهات كتير دلوقتي بتشرح غسيل الممبار، بس انا حبيت اسهل عليكم وما اطولش الفيديو اكتر من كده. بايدي كده بقطع كل قطعة ممبار على قد الصابع اللي انا عاوزاه وبزيادة شوية لانه لسه بيكش، وبفتح كده وبحشي. مفيش اسهل من كده. في برضو طرق كتير جدا لحشو الممبار احنا عملناها مع بعض في القناة. هخلص الكمية بتاعتي كلها، وبعد كده بجيب إبرة تكون مخصوصة للمطبخ أو إعواد الخلة بتاعت الأسنان دي، وبعمل كده فتحات في الممبار، وده ضروري علشان الممبار بتاعنا ما يفرقعش. ميه بتغلي حطيت فيها ملح وفلفل وشويه ورق لوري، وما حطيتش اكتر من كده. وهي بتغلي هنزل من الممبار كده، ومجرد ما بينزل في الميه السخنه بيقفل من الجنبين كده زي ما احنا شايفين. بنسيبه على نار عاليه لحد ما ياخد الغلوه الاولانيه، وبعد كده مجرد ما يغلي بديله كده تقليبه، ومفيش ولا رزايه طالعه ولا اي حاجه، وبغطي الغطا متوارب بالشكل ده، وبخلي النار وسط علشان ما يفرقعش. يلا ندحرج شوية برنجان كده وشطة علشان نعمل احلى طبق طماطم محدقة وبرنجان مدحرج بالخلطة، وحاجة مفيش احلى ولا اطعم من كده. اهو حبة زيت صغيرين، هاخد البرنجان زي ما احنا شايفين، هعمل فيه كده فتحات، وعلى نار هادية هسيبه يتدحرج كده او يتشوى براحته. هنا كنت مجهزة طماطم، شلت المكان العنقود بتاعها وشققتها كده، وهنزل بالتتبيلة اللي احنا كنا مجهزينها مع بعض على كل طماطمايه، ونحدقها كده علشان تبقى حلوة كده وتفتح النفس جنب الاكل الجميل اللي احنا عاملينه مع بعض. اهو طبق الطماطم المخلله ده بيبقى عالمي، خصوصا جنب الاكلات اللي احنا عاملينها النهارده اللي هي حلويات المذبح والسمين والحاجات دي، بيبقى حلو جدا جدا وبيفتح النفس. احنا مش هنكتر 3 4 طماطميات على كام قرن فلفل وكام واحده برنجان، بيبقى طبق كده حلو يفتح النفس جنب الاكل بصراحه. عصرت عليهم كده ليمونتين 3، وزينتهم بشويه من الجزر المبشور وحبه من البقدونس او الكزبره الخضراء، وده بقى عندنا احلى طبق سلطة حادقة جنب الأكل. هنعمل الطحينة. حطيت الطحينة وحطيت عليها ملح وفلفل وكمون وشوية شطة، نزلت عليهم بعصير ليمونة كبيرة عشان نعمل أحلى طبق سلطة الطحينة. بعد كده هضيف هضيف معلقة كده حلوة مليانة من تتبيلة التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض، وكنت مجهزه ميه مغليه هنزل بيها كده على الطحينه لحد ما تفك. نضيف حبه بحبه، واخر حاجه نضيف معلقه كده كبيره من الخل، بتخلي قوام الطحينه حلو ولونها كمان يبقى فاتح. وكده خلصنا السلطات بتاعتنا، البرنجان والفلفل والطماطم وكمان الطحينه. هنروح دلوقتي نجهز الكفتة اللي هنعملها في صينية السمين بتاعتنا. جبت حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة، كل اللي انا ضفتهوله حبة من الملح وحبة من الفلفل وحبة من بهارات الكفتة او بهارات اللحمة. هعملها كور صغنونة كده عشان تبقى على قد التغميسة وعلى قد السندوتشات اللي احنا هنعملها. شايفين كور صغيرة جدا لحد ما هخلص الكمية بتاعتي كلها. هنروح بقى نجهز الصينية الألمونيا. ما هي الأكلة دي ما ينفعش تتعمل أبدا غير في الصينية الألمونيا الحلوة اللي هي متعودة عليها طول العمر. هنا نزلت بحوالي ربع كوباية كده أو معلقتين كبار من اللي الضاني، وبعد كده نزلت بالكفتة تتشوح مع الزيت واللي الضاني عشان تاخد طعم الضاني كده وتاخد الدسامة بتاعتها. وعلى الجنب التاني زي ما انتم شايفين كنت مقطعة سجق قطع صغيرة. طبعا مكونات صينية السمين دي زي ما انت بحبة وزي ما انت بتفضلي. مجرد ما لونهم كده غير ودخلوا في السوا، حطيت جنبي طبق خلطة التوم بالبهارات والخل اللي احنا عاملينه، وهديها كده معلقة علشان الريحة تفحفح، ونبدأ ان احنا كده نتاخرها علشان ننزل باقي المكونات بتاعتنا. كان عندي هنا برضو كمية صغيرة من الكبدة، هاخدها كده في مطرح الزيت واللية اللي احنا جهزناهم، هديها كده تشويحة لحد برضو ما لونها يغير. وما ينساش معلقة التتبيلة لكل صنف هننزله. ده شكل الكبدة بتاعتنا بعد ما خلاص اتشوحت. بعد كده هنحطها برضو على جنب عشان ننزل بباقي المكونات. لسه عندنا لسه عندنا الفشة، ولسه عندنا الذرة والزور، ودول ما بياخدوش وقت، يدوب بس تشم ريحة النار علشان ولا تغمق مننا
ولا تنشف. يعني في ناس كتير كمان بتاكلها مسلوقة كده علشان الفشة ما بتحبش النار كتير، بتنشف وبتسود. نزلت بيها كده وعليها معلقة التتبيلة. خلاص هقلب كل المكونات كده مع بعضها. شايفين لونها وشايفين جمالها، ولا محروقة ولا غامقة، علشان برضو زي احنا متعودين الكاميرا دلوقتي هتغمق كل الفيديو وتخلي الاكل كله اسود. خلاص هديها اخر حاجه كده معلقه من التتبيله وحبه فلفل اخضر حامي، وبقى عندنا اجمل صينيه سمين. الكوارع بتاعتنا كانت اتسلقت وبقت في منتهى الجمال اهي، وبقت دايبه. اخدت معايا حوالي 3/4 ساعه في حله الضغط. يلا نعمل لها كده طشه هتفرق جدا في طعمها. شويه زيت عليهم معلقه صغيره مليانه من التوم ياخد اللون الذهبي الفاتح وتبدا كده ريحته الحلوه تطلع. كنت مجهزة جنبي شوية كزبرة ناشفة شوحتهم مع التوم، ونزلت بطماطمايه كبيرة مبشورة زي ما احنا شايفين. نسيبها كده تشكشك مع بعضها، وهنظبط بقى الملح والفلفل مفيش اكتر من كده. ويا سلام على الريحة، كانت تحفة. هنزل بيها كده على الكوارع وهي بتغلي، وكلي وشمي احلى شوربة كوارع ممكن تجربيها في حياتك، ولا اجدع مصمت. الممبار اخد حوالي 3/4 ساعة. طلعته على في الزيت السخن. هبدأ اللي انا احمره علشان نبدأ خلاص نجمع الغداء الجميل بتاعنا بتاع اول يوم العيد. كل سنة وانت طيبين. ادي صينية السمين المشكل الخطيرة، وحبة كوارع المسلوقين بالشوربة الجبارة. مفيش احلى ولا اطعم من كده. حاجة نضيفة عاملينها في بيتنا، عارفين احنا عاملين ايه. وطبعا بفرق السعر الكبير. وغسلت شوية جرجير طازة كده، وطبق السلطة اللي احنا عملناه، وحبة الممبار المحمرين المقرمشين اللي عليهم رشة الملح والفلفل، والطحينة بتاعتنا. ومفيش احلى ولا اجمل من كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب تستفادوا منه. في اكتر من وصفة، ممكن تطبقي اي وصفة منهم زي ما انت حابة، مش شرط ابدا تعملي كله مع بعض في نفس اليوم. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد ومكملين ان شاء الله فيديوهات العيد. مع السلامة.